أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. سائل يقول: هل تعتبر مسألة التصوير من المسائل التي يسع فيها الخلاف؟ نرجو التفصيل في ذلك. مسألة التصوير مسألة ذي شقين. الشق الأول في حرمة التصوير. الصحيح أن التصوير محرم، لا فرق في ذلك بين ما كان مرسوما أو منحوتا أو كان بآلة أو كان بيد أو كان متحركا أو كان ثابتا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، ومن خالف في هذا فهو على خلاف الصواب، إلا أنه خالف بعض أهل السنة في قضية المتحرك، فجعلوا المتحرك ليس من التصوير الذي يدخل في التحريم، والصحيح أنه يدخل في التصوير الذي يدخل في التحريم. فهذا الجزء نقول مما يسع فيه الخلاف ولا يشدد فيه. الشق الثاني من المسألة من يعتقد التحريم ولكن يستثني منه ما يكون للضرورة وما كان بمعناها من درء المفسدة الكبرى بالصغرى. إنسان يعتقد التحريم ولكن لسبب أو لآخر رأى أنه يستثنى، وهذا الاستثناء ثلاثة أقسام. القسم الأول للضرورة، يجوز للضرورة، فالضرورات تبيح إيش؟ المحظورات، تمام؟ والقسم الثاني ما عمت به البلوى مما لا يمكن التحرز منه. الأول مثل الصورة للعلاج، ولكذلك التعامل بما لا يستغني عنه الناس. اليوم ما في أحد يستطيع يمشي دون هوية، في أحد يستطيع. حاول بعض مشايخنا فترة من الزمن فما وجدوا بدا إلا أن يتصوروا. شيخنا مقبل رحمه الله بعد أن رجع من المملكة وقعد في دماج ما أحب أن يذهب ويسافر لأجل التصوير، وإكراما له أعطوه مرة هوية بدون تصوير، لكن يقدر يسافر فيها مكان؟ ما يقدر يسافر فيها أي مكان، حتى اضطر للعلاج. سافر شيخنا واتخذ جوازا وسافر للعلاج. السفرة الأولى إلى مصر، ثم سافر عدة سفرات، وكان منها وفاته رحمه الله، وجعله الله عز وجل ذخرا لهذه الأمة. فهذا حال بعض علمائنا ومشايخنا في هذه المسألة، استثنوا إيش؟ الضرورة وما عمت به البلوى. الثاني مثل العملات الورقية، عمت به البلوى، تريد تبيع تشتري، من يقبل منك بالذهب والفضة؟ وقد رأيت بعض المشايخ في فترة قبل سنوات لا يتعامل بالعملة الورقية التي فيها صور، فماذا كان يصنع؟ يذهب يأخذ العملات المعدنية، ومسكين كان يحرص أن يجمعها ويتحملها بالكيس. إذا يذهب يشتري يجلس يعد بالريالات، وهذا في السعودية الذي عندهم الريالات ما شاء الله لها قيمة، أما عندنا يحتاج تجيب لك عمال وسيارة تحطها وراء السيارة وتعد بالدراهم. هو أراد أن يتقي الله عز وجل، لكن هل هذا الفعل صواب؟ هذا من المشقة، هذا من المشقة. والله عز وجل يقول إيش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج أنك تجعل بيتك وتأمر أهل بيتك بأنهم ماذا؟ يلزمون بهذا. حتى كان بعض أولاد هذا الشيخ يقول لي: كلم الوالد والله تعبنا، كلم الوالد الله يرحم والديك، كلم الوالد والله إننا تعبنا. يعني كان يمنعهم أن يدخلوا أي عملة ورقية فيها صورة، ويأمرهم أن يستعملوا فقط المعدنية. وإذا واحد أتى يضربه: لا، ارجع روح اصرفها، جيب عملة معدنية. بهذا إيش؟ مشقة. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ابتلينا به، والإثم على من فرضه وليس علينا فيه إثم. المسألة الثالثة والاستثناء الثالث هو ما كان لدفع المفسدة الكبرى، تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. مثاله ضرب العلماء له عدة أمثلة. استثنى شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وكنا في بعض مجالسه في الحج، باب التعليم والتصوير فيه. قال: جهل الناس بدين الله بالعقيدة وبالعبادة مع مفسدة التصوير تعتبر مفسدة التصوير أخف من إبقاء الناس على الجهل، لأن العلماء لا يستطيعوا أن يصلوا لكل بيت ولا لكل إنسان، فوصول التعليم بالتصوير في المواضع التي يحتاج إلى التصوير فيها يعتبر من ارتكاب المفسدة ليش؟ الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وله في عدة أشرطة فتاوى في جواز التعليم، ومثله الطب، جواز التصوير في المسائل العلمية التي يحتاج إليها العلم الحديث، عملية جراحية تحتاج إلى تصوير لأجل أن تبقى لمن بعدهم من الطلاب ويستفيدوا من هذا، وغير ذلك مما هو من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى أجازه العلماء. ومن المسائل المعاصرة ما وقع في زمن ليس ببعيد ويتكرر من بلد إلى آخر بين الحين والآخر، في قضية ظهور الدعاة في القنوات المرئية. اختلف فيها العلماء، ووصل التهاجر بين بعض أهل العلم في هذه المسألة. وأذكر أن هذا وصل إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وتعرفون يوجد من المشايخ من عنده شدة في هذه القضية جدا، ومع ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان لا يظهر في القنوات المرئية، يقول: من رأى من المشايخ والعلماء المصلحة في ذلك ودرء المفسدة الكبرى فليظهر، ومن لا يرى فلا يظهر، والأمر مما يسع فيه الخلاف. وله فتاوى بهذا المعنى كثيرة جدا. وهكذا الكثير من مشايخنا، منهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كان لا يظهر في القنوات، حتى في آخر حياته رأى أن المصلحة أن يظهر في القنوات من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، حتى لا يتمكن من هذه المناصب ومن توجيه المجتمع، وأن يكون مرجعية المجتمع هم علماء السنة، خصوصا إذا كان التمكين لأهل السنة، إذا كان التمكين لأهل السنة. ومن مشايخنا المعاصرين كثير، ومنهم شيخنا الفوزان حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعلمه، وهو ممن يشدد في باب التصوير. وأذكر في أحد المحاضرات والدروس، وكانت مسجلة مرئية، جاءه أحد المشايخ والشيخ يحاضر بعد ما انتهى من المحاضرة، والمصور يصور بالتصوير المرئي تبع الإذاعة، فقال له: يا شيخ ما حكم التصوير؟ قال الشيخ: حرام لا يجوز. قال: وهذا الذي يصورك يا شيخ؟ فقال الشيخ: هذا لأجل أن لا يقعد مكاني من يضل الناس، هذا لأجل أن لا يقعد مكاني من يضل الناس، يعني أنا أعرف أنه محرم لكن فعلته لأجل أن أدفع مفسدة أكبر، وهو ألا يقعد مكانه من يضل الناس. طيب، من لا يرى هذا من المشايخ فإذن الأمر واسع، الذي لا يرى هذا لا حرج عليه. هل الذي خالف في هذا صار ضالا مبتدعا مفتتحا باب ضلاله، وكذلك محدثا أشياء جديدة في الدعوة؟ لا، غير صحيح. وهنا نأتي إلى مسألة أخيرة حصل فيها كذلك بعض التشويش، وقد
خرجت فيها بعض الفتاوى من بعض مشايخنا وعلمائنا الأفاضل في قضية فتح قناة لأهل السنة في المناطق المحررة. الأمر مصلحة ومفسدة. يا أهل السنة ستفتح قناة في هذه المناطق المحررة مرئية، هل ستستلمونها أو يأخذها غيركم؟ من رأى أنه لا يدخل في هذا الباب يقول هذا مما لا حرج فيه، ومن رأى لدفع المفسدة الكبرى بالصغرى أن يدخل في هذا الباب ليسد على أهل البدع والأهواء فنقول كذلك ماذا؟ لا حرج عليه، مع أننا ننصح، وهذه نصيحتي لنفسي ولإخواني، أن من كان ظهوره في هذه القناة سيسبب له مفسدة في نفسه وفي دعوته فالأفضل لا يظهر. وأنا عن نفسي أرى أني من هذا الصنف، الأسلم لي ولدعوتي ألا أظهر في مثل هذه القناة. ومن رأى من غيري من إخواني من المشايخ والدعاة أنه لا يضره في نفسه ولا في دعوته فنقول له أنت على ثغرة، بل والله أعلم أن هذا من الواجبات الكفائية، لأننا بهذا ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى حتى لا يتمكن أهل البدع والأهواء. مثل ما قال شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله ومتعنا المسلمين بعلمه، قال حرام، ومع ذلك إيش قال؟ وهذا التصوير قال لأجل ألا يقعد في هذا المكان من يضل الناس. فنحن نقول للإخوة الذين يستطيعون أن يأخذوا مكانا في هذه القناة، وما دام الناس تسلم لأهل السنة كما ذكر، ألا يتركوا ذلك حتى لا يكون المكان خاليا لأهل البدع والأهواء. لا نريد مشرك، لا صوفي ولا رافضي ولا قبوري ولا ملحد ولا إخواني ولا حزبي ولا غيره من أهل الدعوات المنحرفة يتمكن من وسائل الإعلام فيضل الناس، وخصوصا أنها عرضت على أهل السنة، مثل ما حصل في إذاعة نور عدن، فإنها عرضت على أهل السنة، فإذا تركها أهل السنة من سيأخذها؟ سيأخذها غيرهم ويضلون الناس. فلما أخذها إخواننا جزاهم الله خيرا صارت قناة نفع الله عز وجل بها، وإذاعة نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وما زال الناس إلى يومنا هذا ينتفعون من برامجها ومشاركة الكثير من إخواننا ومشايخنا فيها، فجزاهم الله خيرا، هم على ثغرة، ولا ينبغي أن نجعل هذا سببا للفرقة. فنقول للجميع كل أراد الخير والبر والحرص على هذه الدعوة جزاهم الله خيرا، ولن نغطي عين الشمس في مسائل الخلاف. المسألة وقع فيها خلاف في زمن مشايخنا وعلمائنا وجعلوا هذا مما يسع فيه الخلاف، فكذلك إن شاء الله نقول للإخوة هذا مما يسع فيه الخلاف، وكل كذلك له احترامه وله منزلته وفضله، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا أخوتنا واجتماعنا وتعاوننا على الخير والبر والتقوى، وأن يجعلنا مفاتيح خير لحفظ هذه الدعوة المباركة في عقيدتها وعبادتها ومنهاجها وسلوكها وأخلاقها، حتى يبث ذلك في المجتمع فينفع المجتمع، ويكون إن شاء الله صمام أمان لحفظه ألا تدخل عليه الفتن، لا فتن الشهوات ولا فتن الشبهات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد